من مريض ربو بيمر بضيق في التنفس محتاج للطوارئ لمريض التهاب رئوي حاد محتاج لعناية مركزة. مريض الربو في العادة بيحصل له ضيق في التنفس من وقت للتاني، وبتجاوزه بانه بيستخدم البخاخات اللي هو متعود عليها او جلسات الاستنشاق، لكن في لحظة معينة ممكن الاستجابة دي ما تحصلش، ووقتها بيتحول من مريض ربو عادي الى مريض ربو مختنق. ودي قصة كنا عشناها في مستشفى كير هاب المنزلي، بان في يوم الصبح بدري جالنا اتصال من زوجة مريض ربو حصل له أزمة في التنفس وما كانش فيه استجابة مع البخاخات اللي هو متعود عليها او جلسات استنشاق طول الليل على حسب كلام زوجته. أدركنا وقتها خطورة الوضع، وخلال الحمد لله 20 دقيقة كان فريق الطوارئ المتخصص للحالات الحرجة كان وصل لمنزل المريض، وقدرنا بواسطة الأشعة التشخيصية والفحص الإكلينيكي اللي تم إننا نكتشف إنه مش مجرد مريض ربو عادي، ولكنه مصاب بالتهاب رئوي حاد. بدأنا في الإسعافات الأولية، وخلال نص ساعة كانت كل تجهيزات العناية المركزة اتنقلت جوه غرفة المريض اللي اتحولت لخلية نحل تحت إشراف استشاري الأمراض الصدرية واستشاري العناية المركزة. خلال 48 ساعة وفي وجود أخصائي عناية مركزة مقيم مع المريض، الحمد لله تجاوزنا أزمة الربو الحادة وتحسنت حالته. من فضلك ما تترددش لحظة في إنك تتواصل معنا في مستشفى كير هاب المنزلي لو حد من أسرتك مريض أزمة ربو حادة، لأن اللحظات دايما بتفرق في إنقاذ حياته.